تعالوا بقى هقول لكم على طريقتي اللي انا بعشقها في الفراخ، اللي عمري ابدا ما هغيرها ولا هغير رأيي فيها من حلاوتها وطعمتها وسهولتها. يعني بدون نقع وبدون بصل وبدون طماطم وبدون اي حوارات كتير، وفي 10 دقايق هتنقعيها وتعمليها بجد، مش بتاخد وقت تماما. واكتر سؤال بقى دايما بيجيلي عليها ان هي استحالة تستوي. يا جماعة بتستوي جدا جدا جدا، ما تقلقوش خالص. انا دايما بعملها، هوريها لكم بقى من جوه، هقطم منها واوريها لكم من جوه واوريكم قد ايه هي مستويه وبتبقى دايبه كمان وتحفه. طعمها قريب جدا من تكه رهيبه بجد في قلبك. ويلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. ادي الفراخ بتاعتنا طبعا غسلينها ومنضفينها. هنبدا بقى نعمل فيها فتحات في اللحم مش في الجلد، يعني نشيل الجلد كده ونعمل فتحات في اللحم علشان احنا عايزين التتبيله توصل للحم، وكمان بتساعد في التسويه. هنحط بقى عليها راس توم كده مفرومه، وعليها كوبايه زبادي، نص معلقه من البابريكا يا ريت تكون مدخنه، ومعلقه كبيره من الكركم لازم تكون كبيره، وكزبره، وشويه من الكمون، وشويه من الفلفل الاسمر. وهنملح برضو الفراخ بتاعتنا، وده كمون. وبنفس المعلقه الكبيره بتاعتنا هناخد معلقتين من الخل كده زي ما احنا شايفين، وليمونتين هنعصرهم على الفراخ بتاعتنا. التتبيله دي رهيبه، ممكن تعملوها وتشيلوها في الفريزر وتطلعوها على طول على الفراخ تتبلوا بيها. التتبيله دي يا جماعه طعمها مميز جدا جدا جدا، غير اي تتبيله للمشويات تماما. يعني ممكن كمان تعمليها وتحطيها في الفرن. هنحط عليهم معلقه من البصل والثوم البودر مع بعض، ومعلقه من بهارات الفراخ عليهم. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا، ولا حطينا بصل ولا حطينا طماطم ولا حطينا الحاجات دي تتبيله مختلفه تماما. هنغطيها بقى ونسيبها 10 دقايق، يعني ما بتاخدش نقع، ما بتحتاجش نقع، يعني مش مشكله خالص. مش لازم تبيتيها في التلاجة ولا تسيبيها 5-6 ساعات ولا الحوارات دي خالص. هنسيبها 10 دقايق عقبال ما نجهز الطاسه اللي هنقليها فيها. طبعا زي ما قلت لكم لو حابين تعملوها هيلسي هتحطوها في الفرن على طول، بس الطريقه دي بجد يعني مش ممكن اغيرها، بجد رهيبه. هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا بعد الزيت ما يسخن جدا جدا جدا. هننزل على الناحيه اللي فيها اللحم، تمام. وبعد كده طبعا الفراخ بتاعتي علشان كبيره انا مقطعاها، المفروض تجيبيها حجمها يكون متوسط الى صغير، يعني ما تزيدش عن 1.25 كيلو كده، تمام. هنبدأ بقى نقلب في الناحيتين والزيت سخن جدا علشان ندي صدمة للفراخ من الناحيتين، ونقفل كل المسام بتاعتها ونحتفظ بعصارتها جواها، تمام. هنديها كده تقليبة وهي على السخن جدا الناحيتين، وبعد كده نوطي خالص ونبدأ بقى نقلب يمين وشمال كل شوية وهي النار واطية ومغطين عليها لحد ما تستوي خالص. هتلاقوها استوت تماما، هي مجرد ما هتاخد لون كده بالنار الهادية هتبقى من جوه اللحم مستوي جدا 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 كده. يعني نقلب ونغطي ونسيبها متغطيه، هي ما بتاخدش ما تكملش نص ساعه على النار، يعني بجد بدون مبالغه. كده خلاص اهي استوت ما شاء الله، اتحمرت من ناحيتين على النار الهاديه. عايزه بقى اوريكم، بصوا دي حته كبيره طبعا علشان اثبت لكم قد ايه هي مستويه من جوه، علشان القطع الكبيره اكتر حاجه بتاخد وقت في التسويه. بجد تحفه تحفه تحفه. وبس كده خلاص، وباي باي.